عذاب القبر طلعها لي من القرآن كده، مذكورة في القرآن. عذاب القبر ايه الفيلم الرعب ده؟ واحدة مش مؤمنة بعذاب القبر وبتقول انه مش مذكور في القرآن. هو ده اسلوب الصلاة اللي يلا نصلي يلا افزعك عشان تصلي؟ الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده. والتانية انتقدت اصوات المؤذنين وقالت ان هم بيجعروا في الميكروفون. التالتة هجمت الشيخ الشعراوي وقالت ان كلامه كله تطرف. كان خيي عم يرضع من ماما فإذا صبعني فاطمته عن امي، يعني انا مرضعته و9 اشهر. والرابعة قالت كانت بترضع أخوها الصغير. أجرأ 10 تصريحات في حياة الفنانين تسببت في جدل كبير على السوشيال ميديا وانتقاد الجمهور. تعالوا مع بعض نعرف ايه الحكاية. الفترة اللي فاتت شهدت جدل كبير بسبب بعض تصريحات الفنانين واللي كانت بتتمثل في عدد كبير منهم زي محمد رمضان وأسماء شريف منير وشيرين رضا وكمان نهى العمروسي وغيرهم كتير. فعندك مثلا الفنانة نهى عمروسي واللي قالت انها مش مؤمنة بعذاب القبر لانه مش مذكور في القرآن. ومش بس كده، قالت كمان قناعتي ان ربنا عمره ما يعمل فينا حاجة مؤلمة او مخيفة. عذاب القبر طلعها لي من القرآن كده، مذكورة في القرآن. عذاب القبر ايه الفيلم الرعب ده؟ نيجي بقى لواقعة شيرين رضا واللي اعترضت على صوت الاذان وقالت ان صوت المؤذن بيشبه صوت الجعير وفي مؤذنين صوتهم وحش جدا. ومش بس كده، كمان قالت لازم المؤذن يحترم الدين لان الاذان من اجمل الحاجات اللي في الدنيا لما يكون الصوت جميل. ولما انتقدها الجمهور قالت انها ما شتمتش الاذان على الاطلاق وبررت ده بانها قالت هل انا انسانة متخلفة عقليا علشان اشتم الاذان؟ قالوا اني شتمت الاذان وانا قلت عن المؤذن ان صوته جعير ودي مش شتيمة لكن وصف للصوت الوحش. هو ده اسلوب الصلاة اللي يلا نصلي يلا افزعك عشان تصلي؟ الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده. نيجي لأسماء شريف منير واللي وصفت الشيخ الشعراوي بالمتطرف. بداية الأزمة كانت لما طلبت أسماء من متابعينها على الفيسبوك ترشيح عدد من أسماء المشايخ اللي بيثقوا بفتواهم وآرائهم في أمور الدنيا والدين لفقدان أغلب الدعاء اللي بتعرفهم لثقتها على حد وصفها. وقتها اقترح عدد من متابعينها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي باعتباره إمام الدعاء ورمز الاعتدال، غير إنها رفضت الفكرة لاعتبارها إن فتاوي إمام الدعاء بتحمل الكثير من الآراء المتطرفة على حد تعبيرها. وقالت طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه وما كنتش فاهمة كل حاجة، لكن لما كبرت شفت كان فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف. كلام فعلا معرفتش استوعبه، حقيقي استغرب. هدور لكم على الفيديوهات اللي خلتني ابطل اشوفه. نيجي بقى للفنانة نادين الراسي واللي خرجت عن المألوف وده بعد ما قالت انها رضعت اخوها الصغير. كان خيي عم يرضع من ماما فإذا صبعني فاطمته عن امي، يعني انا مرضعته و9 اشهر. كشفت الفنانة اللبنانية عن مفاجأة بشأن شقيقها الأصغر وقالت نادين في لقاء ليها مع الإعلامي رالف معتوق أخويا صغير أنا فطمته عن أمي ورضعته 9 شهور مع ابني مارك اللي اتولد في وقتها. كان كل همي إن أخليه جنبي ومحدش يلعب في عقله. وعن إمكانية مسامحته بعد تعديه عليها بالضرب مؤخرا في إحدى المستشفيات قالت ممكن أسامحه لكن مش عايزة أشوفه تاني. أخيرا قول لنا شايف إزاي تصريحات النجوم دول وتعليقك على تصريحاتهم.